السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سريعا كده تقليب وش التربة. طيب احنا ليه بنقلب وش التربة للنبات اصلا؟ لو بصينا هنا كده هنلاقي وش التربة كاتم قوي، واحنا في شتاء اصلا اوريدي. وش التربة مقفل خالص، وبعض القصاصات فيها حشائش. طيب طول ما التربة مكتومة بالطريقة دي هتعمل ريم زي كده، اللي هي طبقة الريم الأخضر اللي ناس كتير بتشوفها من الرطوبة الزيادة. وده مش صح طبعا، لأن ده بيخنق النبات وبيموت النبات تدريجيا. طيب الحل إن احنا على طول نقلب وش التربة بالطريقة دي زي ما احنا شايفين كده. بنقلب بقى بأي حاجة، بنقلب بشوكة، بنقلب بمعلقة، بالطريقة دي كده. بنيجي على وش التربة نقلب وش التربة بالشكل ده. هو طبعا سبق إضافة السماد العضوي. بنخف من التربة بالشكل ده بحيث ان التربة تتهوى والرطوبة ما تزيدش، وفي نفس الوقت احنا بنبعد عن الجذور بتاعة النبات الأساسية. التقليب بيبقى من الدواير بتاعة القصيص بالشكل ده، وبنكرر الحكاية دي كل فترة علشان نحفظ القصيص ونحفظ النبات والرطوبة ما تبقاش زيادة على النبات. وبالتالي برضو بنعرف هل النبات محتاج مية، محتاج يشرب او لا. يعني منها احنا بنشيل الحشائش وبنقلب وش التربة نهويها، وفي نفس الوقت بنعرف هل القصيص تربته رطبة محتاج مية او مش محتاج مية. يبقى مهم جدا تقليب وش التربة للنبات كل فترة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.